السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعي الكرام فين ما كنتم، نتمنىكم إن شاء الله تكونوا على خير وبخير وما خصكم خير. أولا وقبل كل شيء اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. جيتكم إن شاء الله بهذا الشوكولا دبي على شكل فردي أو كنافة شوكولا بالكنافة على شكل فردي. تقدموهم في مناسبات نهاية السنة الدراسية بالنسبة لوليداتكم، ونبارك لكم إن شاء الله اللي وليداتو نجحوا. ألف مبروك عليهم الوليدات كاملين، التلاميذ والطلبة اللي نجحوا هذا العام ووفقهم يعني أنهم نجحوا. وبالنسبة اللي ما نجحوش مازال إن شاء الله أيام الله طويلة والخير في العام الجاي إن شاء الله. الخير خيرها فغيرها، وإن شاء الله كل شيء بالمكتب الله. نتمنىكم تكونوا على خير وبخير. جيتكم بهذا الاقتراح مهم. هنا عندي الكنافة، كندير لها الزبدة على حسب لا كونتيتي د الكنافة، كديروا لها معلقة تقريبا أو معلقة ونص ديال الزبدة، كتحمروها في مقلاة على نار هادئة، كتخليوها تبرد، وكنضيفوا عجينة الفستق اللي هي عجينة البيستاش، لا باطا بيستاش. كنخلطوا هاد الكنافة. المهم القياس ديال الكنافة، القياس ديال الشوكولا، القياس ديال عجينة الفستق تتبقى بحساب لا كونتيتي شحال هادي ديروا، شحال يعني من هاد القطع شحال هاد ديروا. المهم انا شاركت معكم. هنايا خدمتهم انا في السيليكون، يعني في لي مول ديال السيليكون اللي غادي نقدر ندخلهم الفريغو ولا المجمد الكونجيلاتور. هنا كندوب الشوكولا اما في بان ماغي اما في الميكرووند. نتوما الطريقه ديالكم كيفاش كل واحد وكيفاش كيدوب الشوكولا ديالو. وكنضيفوا فيها واحد شويه قطرات من الزيت النباتيه هي باش تعطي هذيك اللمعه. اكيد الشوكولا خص تكون نوعيه زعما جيده باش تطلع لكم هاد القطع ديال الكنافه تطلع زوينه. وهنايا المول ديالنا كندخلوه المجمد، كتشد داك الشوكولا كتقبض وكتبرد، كنخرجوها كنضيفوا عليها الكنافه ديالنا اللي حمصناها وضفنا عليها عجينه الفستق. هنايا مهم بالتساوي كنقاد هاد الكنافه. على فكره انا هاد المول هذا عندي فيه ستة القطع، وعندي مول اخر باغاي بحالو، يعني خرج لي هاد لا كونتيتي، خرجت لي 12 قطعه. مره اخرى كنقول لكم اكيد دابا في هاد الوقيته هادي نهايه الموسم الدراسي. المهم اكيد تنفرحوا وليداتنا، وكتكون حفلات مدرسيه او هي بيناتهم الوليدات كيبغيو يحتفلوا كيتجمعوا. اكيد تيبقى اقتراح توجدوه لوليداتكم. الوليدات تتعجبهم الشوكولا وكيبغيو يغيروا ديك لي غاطو المعتاد. هنا هاد الشوكولا هادي كنت شاركت معكم شوكولا دبي في طابليت ديال الشوكولا. دابا قدمتها لكم بشكل فردي، يعني على قطع، ان منين يكون مثلا شي حفل وجدتوه لشي حفل او شي مناسبه او شي حاجه هكا د وليداتكم، كيجيو قطع كل واحد تيقدر ياخد القطعه ديالو. بخلاف هذيك الطابليت الاخرى خاص ضروري تقطعي وضروري. مهم هادو كيبقاو عمليين وبراتيك كي كنقولوا. المهم هنا من بعد ما فرشت ديك الكنافه اللي درت فيها العجينه ديال الفستق، كنجيب هنا بلا ما كندخلوها للثلاجه، كنجيب الشوكولا وكنغطي، كندير ديك الطبقه هكا من الوجه، كنغطي ديك الكنافه، وهنا كندخلها كنقاد. ها نتوما كتشوفوا كتمسحوا ديك الزوائد او ديك الشيء اللي كيكون زايد، وكندخلوا هذا المول السيليكون في الكونجيلاتور او في الفريغو. مهم في الكونجيلاتور راه دغيا كيشد راسو، دخلتوه في الفريغو كتعطلوا عليه شي شويه. هنا انا راني خرجته، كيجي ساهل انكم تتزولوه، كديموليوه من المول. المهم كيبقى اقتراح زوين وشي حاجه الشكلاط راكم عارفين الوليدات ميم حنا الكبار كنحماقوا على الشوكولا،
وخصوصا هاد الشوكولا دبي اللي كانت دارت الدران في واحد الوقت. يعني هاد شوكولا دبي كتجي سورتو داك الكنافه لداخل كتجي مقرمشه وما كتشبعيش، يعني ما كتشبعيش بهاد الشوكولا هكا، كتجي لذيذه. المهم ديموا لي هذا المول، وها خرجت المول الثاني لان عندي دو مول انايا، كل مول فيه 6 القطع. هذا المول الثاني كنديموليوه، انا درت له لي كيسات ديال البابيي لان راكم عارفين كتكون الحراره والصهد شوكولا ما يمكنلكش تحطها هكاك، ضروري كتدي لها دي كيسات او دي دونتيل اللي بغيتو. وزوقتهم بالورق الذهبي. كيبقى اقتراح زوين تقدموه لوليداتكم وتفرحوهم. واكيد راكم عارفين دابا وقت نهاية الموسم الدراسي، وكاين حفلات كتكون في نهاية الموسم الدراسي، واكيد تنبغيو نفرحوا وليداتنا كينجحوا كيتعبوا وسنه كلها ديال المتاعب. المهم كنبغيو نفرحوهم على قد المستطاع ديالنا. شاركت معكم هاد الشوكولا دبي او نقولوا قطع الشوكولا دبي، تفرحوا بهم وليداتكم كاقتراح. وكنبدلوا داك المعتاد ديال لي غاطو. المهم شي حاجه اللي يعني زوينه وكتجي لذيذه والشوكولا كلشي كيبغيها. شاركتها معكم، نتمنىكم تجربوها لوليداتكم تفرحوا بها وليداتكم. ومره اخرى تنقول الف مبروك كاع الوليدات اللي نجحوا. هنا انايا درت لهم دي كيسات وزوقتهم بالورق الذهبي، عطاهم يعني واحد الشكل رائع. ها هو زوقتهم بالورق الذهبي. هذا اقتراحي اليوم، نتمنى يعجبكم. ما تنسونيش من لايك ومتعليق في المحتوى الفيديو. ومرحبا بالناس الجدد اللي انضافوا للقناه ديالي. والقناه من طبيعه الحال راها ديال الجميع اللي كيتفرج فيها، راها قناه من طبيعه الحال. نتمنى الفيديو يعجبكم ونقول لكم ان شاء الله الى اللقاء، مع السلامه في فيديو اخر.